10 نقط مهمة لتأسيس شركة تاكسي بألمانيا، والنقطة العاشرة هي الأهم. خليك لتعرف شو هن النقط. أول خطوة هي إعداد خطة عمل مدروسة جيدا، وهي الخطة لازم يكون فيها تفاصيل عن الخدمات اللي رح تقدمها الشركة تبعك، وبيكون فيها معلومات كمان عن التكاليف مثل شراء السيارات، تأمينات والموظفين، إيرادات وتحليل السوق. وهي الخطة بتساعدك لتحصل على تمويل في حال كنت حابب تاخد قرض من البنك لتفتح شركتك. وبعد ما تكون جهزت البزنس بلان خطة العمل، تنتقل للمرحلة الثانية واللي هي تسجيل الشركة بالجيفيربي أمت. فتسجيل الشركة بيختلف من بلدية لبلدية، ولكن بالمجمل عم يكلف بين ال 15 وال 60 يورو. النقطة الثالثة هي الحصول على رخصة نقل ركاب، وهي النقطة كتير مهمة بتأسيس الشركة، وتحت ما تسمى بيرزونن بفورderungsschein. لتحصل على البيرزونن بفورderungsschein لازم تحقق شروط التالية. أول شي لازم تثبت الكفاءة المهنية، وتاني شي لازم تطلع ورقة الحكم عليه، وتالت شي لازم تثبت كفاءتك المالية، وأخيرا لازم يكون عندك سيارة مؤهلة لنقل الركاب. بعد ما حصلت على البيرزون بفورderungsschein إنك أنت مسمح لك تنقل ركاب، هلأ صار لازم تقدم طلب لتحصل على رخصة تاكسي. والنقطة الخامسة هي نقطة التأمينات، يعني لازم تكون مؤمن الشركة بشكل عام ومؤمن نفسك بشكل خاص. أما بالنسبة للنقطة السادسة، فالنقطة السادسة هي شراء السيارات وتجهيزهم. يعني أنت لما تشتري سيارة بتشتريها سيارة عادية، فلازم تجهزها لتصير تاكسي، يعني مثل اللافتة، مثل العداد اللي داخل السيارة. إضافة إلى ذلك لازم تجهزها بالأجهزة الإلكترونية اللي بتخلي السائق يشوف الطلبات ويكون متصل بشكل مباشر مع الزبائن. وسابعا هي توظيف سائقين، أو أنت رح تبلش بسيارة واحدة ورح تسوق بنفسك. ومثل ما ذكرت بالنقطة الثالثة، إذا أنت حابب تسوق فلازم يكون عندك رخصة لنقل الركاب. أما في حال كنت حابب توظف عالم، فهدول العالم كمان والسائقين لازم يكون معهم هي الشهادة واللي تسمى P-Schein Personen Beförderungsschein. بعد 7 نقط لا تفكر حالك خلصت، لسه في عنا 3 نقط أساسية، واللي هي تسجيل الشركة عند الفينانس أمت لتحصل على رقم ضريبي. النقطة التاسعة إنك لازم تسجل سيارتك عند مكتب تكاسي تتعامل معه، أو تتعامل مع البرامج الموجودة هلأ حاليا بالسوق. وهلا وصلنا للنقطة الأخيرة والنقطة الأهم، النقطة العاشرة. هي النقطة كتير عالم بتتغاضى عنها، واللي هي التسويق والإعلان. لأنه أنا هلا لما بشتري سيارة وبساويها تاكسي، ما حدا رح يعرف بهذا الشيء إلا المحيط الضيق فيني، يعني عندي بالبيت، والعالم اللي جيراني اللي عم تشوف إني عم صف سيارة تاكسي تحت البيت. ولكن إذا أنا بدي أشتغل بشكل موسع لازم أعمل إعلانات، ولازم روج للخدمات اللي أنا عم أقدمها بشكل صحيح. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات بهيك فيديوهات. احفظوا الفيديو وشاركوا الفيديو، وخلي إشارة الزائد تختفي بيناتنا. قربنا نوصل ل 1500 مشترك. تحياتي لكم جميعا، سلام.